الواد ده بقى صح أزبل قدرة ممكن تتخيلها، مخزن فراغ حجمه متر مكعب واحد بس. المدرسة كلها انفجرت ضحك عليه وقالوا له يا ابني ده حتى شنطة السفر أكبر من قدرتك. لكن اللي محدش يعرفه إن قدرة الفضاء دي مرعبة بشكل مش طبيعي. يعني لو قسم المساحة ده نصين وحط نص فوق رقبة واحد والنص التاني في الهواء وبعد كده قفلهم مرة واحدة، الواد حرفيا بيقطع أي حد النصين مهما كانت قوته. وفجأة ظهر صوت النظام وقال قدرة مخزن الفراغ الرتبة الأولى الساعة متر مكعب واحد. ساعتها الضحك زاد أكتر والكل بقى بيتريق عليه، لكن أش ما اتكلمش ولا زعل لأن الواد متعود إن الفقير في العالم ده محدش بيسمع صوته أصلا. وفجأة القاعة كلها نورت نور ذهبي بيخطف العين. طلع الواد زين ابن العيلة الكبيرة صح قدرة نادرة أسطورية من فائس. الناس بقت بتسقف له وتهلله كأنه بطل العالم. أما سيادة الباشا فبدل ما يفرح بقدرته راح مباشرة ناحية أش وبكل بجاحة فضل يستهزأ بيه. ولما جاب سيرة أخته الصغيرة وقال له لما تموت هتحط بقاياها في المخزن بتاعك، هنا لأول مرة وش أش اتغير. زين أول لما شاف النظر دي ابتسم أكتر وقال له ايه يا عم هتعمل فيها زعلان يعني؟ ده انت مجرد واحد فقير وجودك هنا اصلا بالعافيه. بعد كده لف للمدرب وقال له هو مش كان في منحه لاكاديميه الحرب؟ المدرب قال له ايوه. فزين قال له خلاص شيلها منه. فالمدرب قال له ده مخالف للقوانين، ولكن زين بيضحك ضحكه مستفزه ويقول له قوانين ايه بس. وفجاه النار اللي حواليه بدات تزيد اكتر وبكل غرور بيقول لهم في مدينه جانغ قوانين عيلة شاو هي القوانين. ساعتها القاعة كلها بتسكت ولا شخص واحد بيتكلم. في ناس كانت متعاطفة مع اش وفي ناس مبسوطة باللي بيحصل له وفي ناس مستنية تشوفه وهو بيتكسر قدامهم. لكن اللي محدش كان متوقعه ان اش ما اتكسرش. كل اللي عمله انه رفع عينه وبص لزين بصة واحدة خلاص ما بقاش عنده حاجة يخسرها. وهنا بقى زين اتضايق بجد لان اكتر حاجة بيكرهها ان حد بيبص له بالشكل ده. ابتسامته اختفت واحدة واحدة وبص لاش وقال له حلو، انا مش عاجبني نظرة عينك دي ويلا اطلع بره من هنا. المدرب سحب ورقة وحطها قدام اش وقال له وقع عليها ودي كانت استمرت انسحاب من المدرسة. وقال له بصراحة بقدرة زي دي مالكش لازمة تكمل هنا، اقبل الواقع وروح اشتغل في اي مصنع وخلاص. اش اخد الورقة وبص فيها سنتين وبعد كده مسك القلم ووقع عليها من غير ما يناقش من غير ما يعترض من غير ما حتى يسأل ليه. سلم الورقة ومشي لان في قوانين الحياة اللي اتعلمها ما ينفعش تضيع وقتك في الجدال مع ناس انت عارف انهم انتهوا بالنسبة لك. وبعد ما خرج من بوابة المدرسة بشوية فجأة الدنيا ظلمت كلها والمطر نزل بشكل مرعب. في ثواني كان جسمه كله اتبل لكن الواد كأنه مش حاسس بأي حاجة. فضل ماشي وبس لحد ما تليفونه رن. اول لما سمع المكالمه وشه اتجمد من الصدمه. الموظفه قالت له معاك مستشفى جانغ المركزي، حاله اختك آفة سقت فجاه وانتقلت للعنايه المركزيه وخلال 24 ساعه لو ما دفعتش 100,000 العلاج هيقف وهيخرجوها من العنايه. اول ما سمع الرقم كانه اتخبط بمطرقه على راسه. 100,000 بالنسبه للاغنياء رقم عادي ولكن بالنسبه لاش ده مبلغ مستحيل. الواد حاول يتكلم بسرعه وقال لهم استنوا كام يوم بس واوعدكم ان هلاقي حل، ولكن قبل ما يكمل المكالمه اتقفلت في وشه. فضل واقف تحت المطر لوحده وفي اللحظه دي اخر ذره هدوء كانت جواه اختفت. ما بقاش فاضل بس غير الجنون والعناد. التعليم راح والمستقبل راح وكل الطرق القانونيه اتقفلت في وشه. ساعتها بس فهم حاجه واحده، ان العالم ده عمر ما كان ناوي يسيب له هو واخته آفة فرصه يعيشوا. فقرر ياخد الفرصه بايده. لف واتجه ناحيه العشوائيات اخطر مكان في المدينه، المكان اللي النور والنظام نسيوه من زمان. وكل ما بيتوغل لجوه المنطقه كانت بتبقى اظلم واوسخ لحد ما وصل لاعمق زقاق موجود هناك، مكان ما فيهوش ولا عمود نور واحد. وهنا بقى نظره عينه اتغيرت تماما وقال انه هيغامر بحياته كلها. لكن قبل ما يكمل كلامه فجاه ريحه دم وحوش ضربت مناخيره، ريحه مقرفه بشكل مرعب. وبعدها مباشره عينين حمراء ظهرت وسط الضلمه، عيون وحش المفروض اصلا ما يكونش جوه اسوار المدينه. ذئب الظلال واحد من اسرع واخطر الوحوش للمبتدئين، وبالنسبه لاي شخص عادي فكره انه يهزمه اصلا كانت مجرد حلم. فاصلا النجاه من الوحش ده لمده 3 ثواني بتعتبر معجزه. اي شخص طبيعي اول حاجه هيفكر فيها انه يجري، لكن اش لا يا معلم. الواد اصلا شطب على كلمه هروب من قاموسه لانه عارف انك لو اديت ظهرك لذئب زي ده فانت كده مضيت شهاده وفاتك بايدك. بدل ما يرجع لورا اخد نص خطوه لقدام ووطى جسمه شويه وفجاه خطف سيخ حديد من على الارض ومسكه قدام صدره. الحركه دي ما جتش من فراغ، لا دي خبره سنين قضاها في خناقات وحلبات القتال تحت الارض في العشوائيات. اتعلم حاجه واحده بس هناك وهي ان كل ما تخاف من الخساره كل ما تخسر اسرع، وعشان تعيش لازم تبان اشرس من اللي قدامك حتى لو كنت اضعف منه. وبعدها على طول الاتنين بصوا لبعض، ذئب الظلال من ناحيه واش من الناحيه التانيه، وفجاه الوحش اختفى من مكانه حرفيا من سرعته بقى عامل زي خيال اسود اندفع ناحيه رقبه اش. اش اصلا ملحقش يشوفه واعتمد بالكامل على غريزته، الغريزه اللي اتكونت من مئات معارك الموت. وفي
اخر لحظه ممكنه لف جسمه ناحيه اليمين ونجح ينقذ رقبته، ولكن التمن كان مرعب. مخالب الوحش شقت كتفه ودراعه الشمال، الالم كان لدرجه انه تقريبا فقد بصره لثانيه كامله. ولكن الغريب انه مرجعش، ده بالعكس الالم صح الوحش اللي جواه، صرخ باعلى صوته واستغل حركه جسمه، رزع صاغ الحديد ناحيه عين الذئب. الضربه كانت سريعه وشرسه، ولكن هنا اش اكتشف حاجه مهمه، ان وحوش الرتبه دي اقوى بكتير مما كان متخيل. ذئب الظلال لف راسه في اخر لحظه، فالسيخ ما دخلش في عينه وانما خبط في الجمجمه وبس. الذئب اتألم من الوجع وكل قوته هز راسه، فالسيخ طار من ايد اش وهو نفسه اترمى على الارض. ومن هنا المعركه اتحولت لمجزره حرفيا، الاتنين بقوا يخانقوا وسط الطين. الذئب بينهش فيه واش بيرد عليه. لا تقول لي بقى فنون قتاليه ولا كلام فاضي، ايدين وركب وكوع واسنان، اي حاجه ممكن تقتل بيها ممكن. في لحظات ظهره اتفتح في 3 جروح ضخمه لدرجه ان العظم بقى ظاهر وكتفه لسه بينزف. وهنا الذئب عرف ان فرصته جت، اندفع عليه ورماه بكل قوته على الجدار. دماغ اش خبطت جامد والدنيا كلها بقت بتلف حواليه. وفي اللحظه اللي بعدها الذئب نزل فوق بكل وزنه وثبت كتفه بالمخالب وسمر في الارض. خلاص الواد ما بقاش قادر يتحرك ولا سنت واحد. ذئب الظلال بدا ينزل راسه ببطء لحد ما بقى بين انيابه ورقبه اش اقل من سنت واحد. اش كان شايف كل سنه من سنانه واحساس اليأس بدا يزحف جواه، ولكن فجاه ظهر قدام عينه وش اخته الصغيره آفة. وهنا اش اتجمد مكانه، لانه فجاه افتكر لو مات دلوقتي مين هينقذ آفة ومين هيدفع 100,000، مين هيمنع المستشفى من فصل الاجهزه عنها. فعشان كده هو ما ينفعش يخسر هنا. وبالظبط في اللحظه اللي الذئب فتح فيها بقه عشان يسحق راسه، عقل اش المتدمر بالكامل دخل في حاله هدوء عمره ما حس بها قبل كده. الالم والخوف واليأس اختفى، كل حاجه حرفيا اختفت، وما بقاش شايف قدامه غير حاجتين بس، راس الذئب اللي بيتقرب منه والقدره اللي الكل ضحك عليها. وفجاه جت له فكره مجنونه، هو ايه الفضاء اصلا؟ مش مجرد صندوق، الصندوق ده مش بنشوفه ولكنه موجود، وطالما هو صندوق يبقى له حواف، والحواف دي بتظهر لما الصندوق بيفتح وبتختفي لما بيقفل. وهنا بقى فكر في فكره مستحيل اي حد طبيعي يفكر فيها، وهي ايه اللي هيحصل لو جزء من جسم الوحش اتحشر بالظبط جوه الحافه دي. من غير ما يفكر ثانيه حط نص المساحه فوق راس الذئب والنص التاني فوق رقبته، وبعدين قفل مخزن الفراغ. وفجاه الوزن اللي فوق اختفى والدم انفجر على وشه دفعه واحده. اش لما بص قدامه اتصدم، جسم الذئب لسه موجود ولكن الراس اختفت، اتقطعت بالكامل، وكأن اقوى ليزر في الكون عدى من هناك. لا مقاومة ولا دفاع ولا أي حاجة، راس الوحش راحت في ثانية. وساعتها أش فهم الحياة المرعبة، القدرة دي عمرها ما كانت قدرة تخزين، لا يا معلم، السلاح الحقيقي كان حافة الفضاء نفسها، أي حاجة بتدخل فيها بتتقطع فورا، لحم عظم حديد حتى لو كان أقوى وحش في العالم. ومن هنا أش بدأ يضحك ضحكة واحد كان على بعد ثانية من الموت، وفجأة لقى كنز يخليه يقلب الدنيا كلها. ولكن بدل ما يفرح قالك استنى يا نجم، الفلوس أهم. بدأ يفتح صدر الوحش وبعد شوية طلع نواة وحش نادرة سعرها بيوصل ل 300,000، يعني كده عليه اخته الدفع وفاضل فلوس كمان. وساعتها اش عرف ان حياته كلها هتتغير من اللحظه دي، وان الواد الغلبان اللي كانوا بيضحكوا عليه بدا يتحول لحاجه تانية خالص. بعد ما خلص من الذئب وباح هويته القديمه لبس بالطو اسود وحط ماسك عليه ابتسامه، وبص لنفسه وقال من النهارده اش مات واللي فاضل هو زيرو. بعد نص ساعه تقريبا زيرو وصل لاكبر سوق سودا في المدينه، سوق الذهب الاسود. المكان متدار تحت جراج مهجور وعلى الباب واقفين 2 بلطجيه. اول لما شافوه بالمنظر ده افتكروا لقمه سهله، واحد منهم وقف قدامه وقال له على فين يا نجم، ادفع رسوم الدخول الاول. زيرو ما ردش بكلمه واحده بس بص للسلاح اللي مع الراجل، وفجاه نص ماسوره المسدس وقعت على الارض بالظبط كده من غير ما يلمسه حتى. البلطجيه اتجمدوا مكانهم، الراجل بص للمسدس في ايده وبص للجزء اللي واقع على الارض وما بقاش فاهم ايه اللي حصل اصلا. ساعتها عرفوا ان اللي قدامهم ده مش شخص عادي، فتعادل كلامهم فورا وقالوا له اتفضل يا باشا السوق سوقك. زيرو سابهم ودخل، وجوه السوق بقى كان عالم تاني خالص، مرتزقه وتجار سلاح ودكاتره سوق سودا وسماسره بيبيعوا معلومات ومهام اغتيال. يعني لو الفوضى اتجسدت في مكان هتبقى هنا. من غير لف ولا دوران زيرو راح لاكبر مبنى في السوق كله، مقر نقابه الذهب الاسود. هناك كان قاعد سمسار تخين شكله نصاب محترف. اول ما شاف زيرو ساله جاي تبيع ايه؟ زيرو من غير ما يتكلم حط نواه الوحش اللي معاه على الترابيزه. السمسار اول لما شاف في عينه لمعت، بس بما انه من سوق سودا حاول يلعب لعبته المعتاده، مسك النواه وبص فيها شويه وبعدين قال له دي اخرها 100,000. ودي طبعا كانت سرقه علني، لكن الغريب ان زيرو لا اتعصب ولا فاصل ولا حتى اتناقش، ضحك ضحكه صغيره ورجع النواه المخزون الفضائي ولف عشان يمشي. هنا السمسار اتوتر لان اي واحد غلبان كان هيقعد يترجاه ويكسره في السعر، لكن الشخص اللي بيلف ويمشي كده ببساطه بيبقى فاهم قيمه اللي معاه كويس. فضل ينادي عليه ويقول له استنى 200,000، وزيرو مكمل ف 250,000، وبرضه مكمل لحد ما وقف وقال له 300,000. وهنا السمسار عرف انه وقع مع زبون مش سهل خالص. وبعد ما زيرو قبض 300,000 اخد الكارت الاسود وخرج من النقابه عادي جدا، ولكنه ما يعرفش ان السمسار النصاب اول ما خرج من الباب وشه اتقلب 180 درجه، وباشاره صغيره منه راجل ضخم كان قاعد
في الركن معاه 4 بلطجيه قاموا طلعوا وراه، فهم كانوا ناويين يسرقوه ياخدوا منه كل حاجه. بس المشكله ان زيرو كان شايفهم اصلا من اول لحظه، والاهم من كده انه كان بيجرب حركه جديده بقدراته. مسك حجر صغير من على الارض وخزنه جوه الفراغ بتاعه، وبعدها طلعه وهو ماشي، وفجاه الحجر انطلق قدامه كانه رصاصه خارجه من مسدس. وهنا زيرو فهم حاجه خطيره، قدرته مش بس بتخزن الحاجات، لا ده كمان بتخزن الحركه والطاقه وتطلعها وقت ما يحب. كل مره بيلاقي استخدام جديد للقدره اللي العالم كله قال عليها كمامه. زيرو فضل يتمشى وسط الحواري الضيقه لحد ما وصل لجراج مهجور تحت الارض، مكان فاضي ما فيهوش كاميرات ما فيش شهود، يعني المكان المثالي لاي مصيبه هتحصل. وفعلا اول لما وقف الخمسه ظهروا من كل ناحيه وقفلوا عليه كل المخارج. قائدهم طلع سيفه وبيضحك وقال له اسمع الكلام وسيب الكارت والفلوس اللي معاك ويمكن نسيبك تمشي. زيرو لف ناحيه الراجل والماسك المبتسم على وشه كان مرعب اكتر من اي تهديد، وبصوت هادي ساله هي رؤوسكم بتتباع بكام؟ الراجل اتجنن من الاستفزاز وهجم عليه فورا، رفع السيف ونزل بكل قوته على دماغ زيرو. لكن اللي حصل بعدها خلى الدنيا كلها تسكت. في ثانيه نص السيف اختفى، ايوه السيف نفسه اتقطع نصين قبل ما يوصل له حتى. البلطجي اتلخبط وجسمه اندفع لقدام من قوه الضربه، وفي اللحظه دي زيرو دخل جوه فتح الفراغ وقفله، وفجاه راس الراجل اختفت. جسمه فضل واقف لحظه وبعدها وقع على الارض وقدام نافوره طالعه من رقبته. البلطجيه اتجمدوا مكانهم ولا واحد فيهم فهم ايه اللي حصل. كل اللي شافوه ان صاحبهم كان واقف من ثانيه وبقى جثه من غير راس في الثانيه اللي بعدها. واحد منهم صرخ ده مش بني ادم، ده شبح اكيد. وفي لحظه قلبوها جري، ولكن زيرو ما كانش ناوي يسيب حد يخرج من المكان، وبسرعه مرعبه بدا يطاردهم واحد ورا التاني. وبعد دقايق قليله كان واقف لوحده في نص الجراج والخمس جثث على الارض، والمعطف الاسود بتاعه ولا نقطه دم واحده لمسته. بعدها بدا يفتش الجثث وحصل على حوالي 30,000 زياده وكمان سيف عسكري محترم. خزن كل حاجه جوه الفراغ بتاعه وبص للكارت الاسود اللي في جيبه، 300,000 من النواه و30,000 من البلطجيه. يعني اخيرا بقى معاه المبلغ اللي ينقذ اخته. لاول مره من وقت طويل عينه البارده ظهر فيها امل بسيط، لانه اخيرا بقى قادر ينقذ اخته آفة. بعد كده خبى الكارت في جيبه ومشي على طول. لكن بعد اقل من 5 دقايق مجموعه من رجال السوق السوداء وصلت للجراج. اول ما دخلوا المكان اتفاجئوا، الخمس بلطجيه مرمين على الارض كلهم ميتين. فساعتها فهموا ان الشخص اللي عمل كده اكيد مش شخص عادي، وان صاحب الماسك المبتسم بدا يسيب صداع للناس الكبيره من اول يوم ليه في السوق. وبعد اقل من 5 دقايق السمسار وصل للجراج بنفسه ومعاه اكتر من 10 حراس مسلحين. الراجل كان داخل متعصب وبيشتم، اصل الخمسه اللي بعتهم كانوا من اقوى رجالته، وكان متاكد انهم قبضوا على زيرو من زمان. ولكن اول لما دخل الكلام وقف في زوره. الخمس جثث كانوا مرمين على الارض وكل واحد فيهم من غير راس، اما قائدهم صاحب قدره تقويه الجلد فكان نام وسط بركه دم. السمسار قرب وهو مش مصدق يبص على الجروح، وهنا بقى كانت الصدمه، لان الرقاب كانت مقطوعه بشكل مثالي، لا في اثر حرق ولا في اثر انفجار ولا حتى تمزيق، كان حد قطعهم بخط مستقيم واختفى. ساعتها وش الراجل اصفر ومبقاش قادر يقف، وقع على الارض وهو بيترعش، لانه في مين اللي عمل كده؟ قدره فضائيه ومن النوع المرعب كمان، ودي حاجه مستحيل يعملها اي شخص عادي. السمسار بلع رقه بصعوبه وقال احنا عملنا ايه في نفسنا؟ ايه الوحش اللي احنا حاولنا نسرقه ده؟ وفي الوقت اللي السوق السودا كلها بدات تدور على صاحب الماسك المبتسم، كان زيرو في مكان تاني خالص. خزن المعطف والسيف والماسك داخل الفراغ، وبعدها رجع لبس الزي المدرسي القديم، ورجع شكله طالب عادي جدا. اي حد يشوفه مستحيل يتخيل انه من شويه كان عامل مذبحه كامله. لكن الحاجه الوحيده اللي ما رجعتش زي الاول كانت عينه، لان قاش الضعيف اللي كان بيتحمل الاهانه مات من الليله اللي فاتت، واللي باقي دلوقتي هو زيرو. بعد كده اتجه على طول للمستشفى. اول ما وصل شباك الدافع حط الكارت الاسود قدام الممرضه وقال لها ابداء افضل علاج موجود لآفة حالا، معايا 330,000 ولو احتاجت اكتر هجيب. الممرضه بصت للكارت وبعدين بصت لزي المدرسي الرخيص، بعدين رجعت بصت للكارت تاني، لانها مش مستوعبه ان طالب شكله غلبان بالشكل ده مع المبلغ ده كله. ولكن الفلوس كانت حقيقيه، وساعتها المستشفى بدات تتحرك بسرعه. وبعد شويه العلاج الجديد دخل جسم آفة، ومع الوقت لون وشها بدا يرجع طبيعي. هنا بس زيرو حس انه قادر يتنفس. قعد جنبها والاول مره من بدايه القصه القتل والغضب اختفوا من عينه شويه، وده لان آفة كانت الحاجه الوحيده المهمه في حياته. وبعد شويه البنت فتحت عينيها ومسكت ايده وقالت له انت عملت حاجه خطيره تاني مش كده؟ بعد كده وبعد ما نامت زيرو فضل جنبها شويه. اول مره من وقت طويل يحس ان الحمل اللي فوق كتفه خف ولو بنسبه بسيطه. اخته بدات تتحسن والمبلغ اللي كان مستحيل يجيبه بقى موجود. لكن اول لما خرج من اوضه المستشفى كل الدفى ده اختفى، ورجعت النظره البارده لعينه من جديد. اصل اللي حصل له ما كانش حاجه تتنسي. زين سرق منه المحنه واهانه قدام المدرسه كلها، وحتى اخته ما سلمتش من لسانه، والحساب ده كان لسه لحد حالا مفتوح. تاني يوم الصبح زيرو رجع الاكاديميه كانه يوم عادي جدا، نفس الشنطه القديمه ونفس الزي الباهت. لكن الشخص اللي دخل من البوابه النهارده ما كانش نفس الشخص اللي خرج منها امبارح. اش ما راحش فصل اصلا، راح مباشره لمكتب الاداره وسحب استماره التقديم لامتحان القدرات الوطني. وده يا معلم مش امتحان عادي، ده المكان اللي بيدخله المجانين او الناس اللي ما بقاش عندها حاجه تخسرها. اللي بينجح فيه بياخد طريق مختصر للقمه، واللي بيفشل غالبا ما بيرجعش منه تاني. وزيرو كان مستعد يخاطر بكل حاجه. لكن وهو خارج من المكتب
فجأة سمع صوت مستفز جاي من ظهره. بص مين هنا؟ اشي العبقري السابق. لما رفع عينه لقى زين جاي ناحيته ومعاه شلة المطبلاتية بتاعته، والواثق من نفسه كالعادة عامل فيها ملك الأكاديمية. وقف قدامه بصله من فوق لتحت وهو مبتسم، وبعدين قال له بسخرية: مختفي امبارح ليه؟ كنت قاعد تعيط في البيت. زيرو ما ردش عليه ولف وشه عشان يكمل طريقه، ولكن زين مد ايده ومسكه من كتفه، وفي اللحظة دي لمح الورقة اللي معاه فخطفها من ايده. قرأ العنوان وفجأة انفجر من الضحك، ضحك هستيري حرفيا. استمارة امتحان القدرات الوطني، وبدأ يوريها لكل اللي حواليه. تعالوا شوفوا يا جماعة، واحد قدرته مخزن فراغ متر مكعب واحد دخل يقدم في الامتحان الوطني. هي اش زهقت من الحياة للدرجة دي؟ رايح تقدم نفسك اكل للوحوش. وخلال ثواني الممر اتملى بالناس، طلاب بيضحكوا وطلاب بيتهمسوا، وفي ناس مقتنعة ان الواد اتهبل فعلا، لان اي حد يعرف صعوبة الامتحان ده هيشوف ان دخول اش بيعتبر امتحان رسمي. لكن كلهم كانوا مستنيين حاجة واحدة، انه طاطي راسه زي كل مرة ويسكت زي ما كان بيعمل دايما. وزين كان فاكر نفس الكلام، وعشان كده رمى الاستمارة على الارض وداس عليها بجزمته بكل احتقار، وكأنه بيقول له قدام الكل: مكانك الحقيقي تحت رجلي. زين كان فاكر ان الموضوع خلص، داس على الاستمارة قدام الكل وافتكر ان اش هيسكت زي كل مرة، بس المرة دي كانت مختلفة. في ثانية زين لقى نفسه طاير بركلة واحدة بس، ركلة خلت جسمه يتقذف لورا ويخبط في لوحة العرض بكل قوته. الزجاج اتكسر في كل مكان، وزين كان واقع على الارض مش قادر يتحرك، والصدمة كانت اكبر من الالم نفسه. الطلاب اتجمدوا مكانهم، محدش كان متوقع ان اش يرد، ومحدش كان متوقع ان اصلا الرد يكون بالشكل ده. اما اش بقى فكان واقف مكانه عادي جدا، كأن اللي طار ده مجرد كيس زبالة اتشال من طريقه. ولكن المصيبة الحقيقية كانت لسه جاية. من وسط الناس خرج راجل ضخم، الحارس الشخصي بتاع زين، واحد من مستخدمي قدرات القوة، والمفروض انه اقوى بكتير من اي طالب موجود في الاكاديمية. الراجل ما ضيعش وقته ونزل على اش مباشرة، ضربة واحدة منه كان يكفي تكسر عظم اي بني ادم. لكن اش عمل حاجة محدش فهمها، بدل ما يهرب دخل ناحية الضرب. الحارس ابتسم لان القتال القريب هو ملعبه المفضل، لكن اللي ما كانش يعرفه ان الاقتراب من اش بقى اسوأ قرار ممكن ياخده. الراجل جمع قوته كلها وحاول يسحقه ما بين دراعه، وفي اللحظة دي اش فعل قدرته، فتح الفراغ وقفله، وفجأة الدرعين وقعوا على الارض مقطوعين بالكامل. الكل بقى واقف مصدوم. ثانية واحدة كان الحارس بيهجم، والثانية اللي بعدها بقى واقف من غير درعين، والحارس نفسه فضل يبص مكان درعيه مش مستوعب اللي حصل. وبعدها القلم ضربه دفعة واحدة وقع على ركبته وبدأ يصرخ بشكل مرعب. اما الطلاب والمدرسين فما بقاش فيهم حد قادر ينطق، لانهم اخيرا فهموا حاجة واحدة: اش اللي كانوا بيضحكوا عليه طول السنين اللي فاتت رجع، بس المرة دي رجع بشكل مختلف تماما. المكان كله اتجمد ولا نفس واحد بيتسمع. محدش شاف اش عمل ايه ولا حتى اي اثر لقدرته تسجل. الحارس اللي كان لسه بيصرخ من ثواني وقع من غير درعين، واش بكل هدوء مشي من فوقه كانه مش موجود. اتجه ناحيه زين اللي كان في اللحظه دي انتهى نفسيا. التكبر اللي كان مليء من شويه اختفى تماما، الخوف بقى هو اللي ساق جسمه. زحف لورا على الارض وهو بيبص حواليه كانه بيدور على مخرج من كابوس، ولكن مفيش مخرج. وفجاه اش وصل قدامه، رفع رجله وحطها على وش زين بكل قوه. وش زين اتسحق تحت رجله، ودي كانت اهانه كامله، مش مجرد ضرب، دي كسر الكرامه ذات نفسها. زين اول مره في حياته يبقى تحت حد بالشكل ده. اش بص له بصه واحده بس كان يكفي تخلي الكل يتجمد اكتر، وقال له بصوت هادي: مش عايز منحتك، في الامتحان الوطني هوصل لك بنفسي واكسرك قدام الكل. بعد كده خد استمارة التقديم من على الارض، نفض عنها التراب وكأن مفيش حاجه حصلت. وفي نفس اللحظه في مكتب المدير الشاشه كانت شغاله على التسجيل اللي حصل. المدير باصص ووشه بيتغير مع كل ثانيه، مفيش طاقه واضحه ومفيش انفجار قدره، بس في حاجه اخطر بكتير: تلاعب مباشر في قانون المكان. كل ما يعيد الفيديو كل ما يفهم ان اللي قدامه ده مش طالب عادي، ده كائن بيتحكم في الفضاء نفسه. وعلى طول خد قراره بان تصنيفه لازم أن يكون سري، ممنوع اي حد يشوف اللي حصل. وفي مكان تاني عيله زين اتجمعت، وزين كان مرمي على الكنبه بيصرخ من الغضب والذل. والده من غير ما يتكلم كلمه واحده مسك تليفونه واتصل على رقم غريب، وقال له في عرض 15 مليون لتصفيه اش. بالنسبه ليهم بقى مش مجرد طالب، بل هدف لازم أن يختفي قبل ما يوصل للامتحان. ومن هنا بقول لك اللعبه الحقيقيه لسه ما بداتش. بعد اللي عمله زيرو في الأكاديمية بقى واضح إن الواد داخل على مرحلة مختلفة تماما. فاضل نص شهر بس على امتحان القدرات الوطني، وعشان كده الجيش وهيئة التعليم أعلنوا عن آخر اختبار قتالي كبير قبل الامتحان، والمكان هيكون المنطقة البرية رقم 7 برا حدود المدينة. وطبعا أول لما الخبر نزل الطلبة كلها اتجننت، لأن الاختبار ده مش بيأثر على التقييم وبس، ده كمان في جائزة تخلي أي مستخدم قدرات يحلم بيها: نواة طاقة من الرتبة 3، كنز حرفيا أي حد يقدر يحصل عليها، هتبقى قوته في حتة تانية. وفي يوم الاختبار عربيات الجيش ملت ساحة الأكاديمية، والطلبة كانوا واقفين مجموعات، ناس متحمسه وناس متوتره وناس بتخطط هتشتغل مع مين. اما زيرو فكان واقف لوحده كالعاده، ولا حد حتى قريب منه. بعد اللي شافوه في الممر الناس بقت بتخاف تقرب منه اصلا. وفي الوقت ده نوفا اقوى واحده في الاكاديميه مشيت ناحيته، وقفت قدامه وقالت له المنطقه البريه مش زي المدرسه، واحد برتبتك الافضل يفضل مع المجموعه الاساسيه، بلاش تضيع حياتك على الفاضي. الكلام شكله نصيحه بس طريقته كانت اكنها بتكلم حد اقل منها، وزيرو اصلا ما بقاش عنده وقت للكلام ده. بص لها ثانيه واحده وقال لها: وفري كلامك.
كلمتين بس ولكن كانوا كافيين يخلوا نوفا تتجمد مكانها، لانها اول مره حد يرد عليها بالشكل ده. البنت اتضايقت فورا ولفت وهي بتقوله لما تقع هناك ما تجيش تندم. اما زيرو فما اهتمش اصلا، بالنسبه له اي حد ملوش تاثير في طريقه مجرد ضوضاء مش اكتر. بعدها عربيات الجيش دخلت المنطقه البريه، ومن اول لحظه كان واضح ان المكان ده مختلف، اشجار عملاقه وغابه كثيفه وجو يخليك حاسس ان في عيون بتراقبك من كل مكان. والمعنى كان واضح جدا، اللي هيغلط هنا هيموت. اول ما اطلقت شاره البدايه الف الطلاب دخلوا الغابه والكل تقريبا عمل نفس الحاجه، فرق مكونه من 10 افراد ل 30 فرد عشان يصطادوا الوحوش الضعيفه بامان. لكن زيرو عمل العكس تماما، اول لما دخل ساب الكل وراح لوحده مباشره ناحيه المنطقه الحمراء اماكن نشاط وحوش الرتبه 2، المكان اللي اغلب الطلبه اصلا بيخافوا يقربوا منه. الناس كانت بتدور على الامان وزيرو كان بيدور على السرعه وعلى الفرائس الاقوى. كل خطوه كان بياخدها كانت بتوديه اعمق جوه الغابه، لحد ما اول وحش ظهر، افعى ضخمه من رتبه 2 مستخبيه فوق الشجر مستنيه اي فريسه تعدي من تحتها. ولكن المسكينه اختارت الشخص الغلط، لان زيرو حتى موقفش ولا غير اتجاهه ولا وصل فوق اصلا، كمل ماشي عادي. وفي اللحظه اللي عدى فيها من تحتها فتح الفراغ وقفل، وفجاه راس الافعى اختفت. بعد كده اي وحش من الرتبه 2 بيقرب من زيرو كان بيختفي في ثواني، مره افعى عملاقه ومره نمر مخلبه بتقطع الحديد، ومره وحش مدرع معروف ان الاسلحه العاديه اصلا ما بتاثرش فيه، ولا واحد منهم قدر يعمل حاجه. وده بكل بساطه لان قدره زيرو كانت بتخلص المعركه قبل ما تبدا. كل وحش كان بيقع كان بيسحب النواه بتاعته ويخزنها ويكمل طريقه من غير اي مجهود، من غير اصابات، من غير ما يضيع ثانيه واحده. وسوار النقاط العسكري بدا يجنن الكل، 100 نقطه، 220 نقطه، لحد ما وصل ل 880 نقطه، والرقم فضل يطلع بسرعه مرعبه لحد ما زيرو بقى داخل على قائمه الاوائل. ولكن هو بيستخرج نواه افعى لسه قاتلها، حاجه خلي الجسم كله يتنفض، احساس بالخطر، الاحساس اللي انقذه عشرات المرات قبل كده. ومن غير ما يفكر رمى جسمه ناحيه الشجر، وفي نفس اللحظه رصاصه قناصه ضخمه اخترقت المكان وعادت من المكان اللي كان واقف فيه من اقل من ثانيه. الرصاصه دخلت في شجره ضخمه وفجرتها بالكامل. ساعتها زيرو فهم ان دي مش مجرد ضربه من طالب ولا جزء من الاختبار، دي محاوله اغتيال. قناص بعيد بمسافه كبيره ومكان الكمين متجهز قبل كده، والمتهم الوحيد هي عيله شياو. العيله قررت تشيله من الطريق نهائي، ولكن المشكله انهم اختاروا الشخص الغلط، لان زيرو اول لما عرف انهم جايين يقتلوه قرر ان محدش منهم هيرجع عايش. وفي نفس الوقت القناص كان مستغرب، لان الحركه اللي زيرو هرب بها دي ما كانتش حركه طالب عادي، وانما كانت حركه واحد كان عايش وسط الموت من سنين. فرقه الضبع بدات تقفل عليه من كل مكان، 5 قتله محترفين، واحد شمال وواحد يمين وواحد قدامه، والباقيين بيضيقوا المكان عليه. كلهم كانوا فاكرين ان الفريسه اتحصرت، ولكنهم ما كانوش عارفين ان الصياد الحقيقي هو زيرو. حدد اماكنهم كلهم وحفظ تحركاتهم، بعدها بدا يجري وسط الظلال. اول واحد وقع كان العنصر رقم 3. الراجل كان ماشي بحذر وسلاحه موجه لقدام، ولكن نسي يبص لفوق. فجاه زيرو نزل من فوق الشجره مباشره، وفي اقل من لحظه كان جوه نطاق المتر الواحد. فتح الفراغ وقفله وخلاص العنصر اختفى راسه بالكامل، حتى فرصه الصراخ ما اخدهاش. زيرو مسك الجثه قبل ما تقع وسندها على الشجره كأن مفيش اي حاجه حصلت. بعدها العنصر الرابع جه يشوف صاحبه اتاخر ليه. اول لما شاف الجثه وقف مكانه والرعب بدا يتسلل جواه، حاول يبلغ الباقيين ولكن الوقت كان خلص، لان زيرو كان وصل له بالفعل. وبحركه واحده بقى هو كمان جثه في اقل من دقيقه. 2 من فرقه الضبع اختفوا من غير طلقه واحده، من غير صوت واحد. وساعتها قائد الفرقه اخيرا فهم المصيبه، دي مش مهمه اغتيال عاديه، دي مطارده ضد وحش بيتحرك في الظلام. لكن قائد فرقه الضبع ما كانش ناوي يستسلم بسهوله، فعل قدرته لاقصى درجه، وفجاه عشرات الشفرات الهوائيه انفجرت في كل مكان، الاشجار اتقطعت وكل اماكن الاختباء اختفت، وخلال ثواني الغابه اتحولت لارض مكشوفه بالكامل. وساعتها اخيرا شاف زيرو. القائد ابتسم لانه افتكر ان اللعبه انتهت، وفي نفس اللحظه القناص البعيد كان مثبت المنظار على راس زيرو. بعدها داس الزناد فورا ورصاصه خارقه للدروع انطلقت بسرعه مرعبه، ضربه مستحيل اي طالب ينجو منها. لكن اللي حصل بعدها خلى الدنيا كلها تنقلب، وده لان الرصاصه قبل ما تلمس زيرو بلحظه اختفت، اتبلعت جوه الفراغ بكل سرعتها كانها عمرها ما اتضربت اصلا. بعد ما الغبار بدا يهدى القائد بص قدامه فلقى زيرو واقف مكانه عادي جدا، ولا خدش واحد حتى. ساعتها عقل الراجل وقف لان اللي قدامه ده ما بقاش مفهوم اصلا. اما زيرو فلف راسه ناحيه الجبل البعيد مكان وجود القناص بالظبط، وفي الثانيه اللي بعدها الفراغ اتفتح والرصاصه نفسها خرجت تاني بنفس السرعه ونفس القوه. القناص ملحقش يعمل اي حاجه، كل اللي شافه كان نقطه سودا بتكبر جوه المنظار، وبعدها على طول طلقه دخلت في عينه وفجرت نص دماغه، وصوته اختفى من جهاز التواصل للابد. هنا قائد فرقه الضبع فهم الحقيقه اخيرا، هو ما كانش بيطارد طالب موهوب، هو كان بيطارد وحش حرفيا. وعشان كده اول حاجه فكر فيها انه يهرب. جمع الرياح تحت رجله وشغل اقوى دفاع عنده، حائط رياح قادر يوقف المدافع نفسها. لكن المشكله ان الرياح عنصر، اما الفضاء فقانون، والقانون دايما اعلى من العنصر. زيرو كمل ماشي عادي وعدى من الحاجز كانه دخان، ولا كانه موجود اصلا. ثانيه واحده وبقى قدام الراجل داخل نطاق المتر الواحد، رفع ايده فتح الفراغ وقفل وخلاص. راس قائد فرقه الضبع ثابت جسمه، والصدمه كانت لسه مرسومه على وشه. الجثه فضلت واقفه لحظتين وبعدها وقعت على الارض، وبكده فرقه الضبع كلها انتهت. 5 قتله محترفين
شريفين وقناص بعيد المدى اتمسحوا من الوجود في اقل من 3 دقايق. زيرو بعد ما خلص منهم كان فاكر ان الموضوع مجرد محاوله اغتيال وانتهت، لكن اول لما فتح جهاز الاتصال بتاعهم الحقيقه طلعت اسوأ بكتير. صوت زيوس طلع من الجهاز وهو بيسال هل خلصتوا عليه؟ هل استخدمتوا طعم الوحوش؟ ارموه عليه وخلي كل الوحوش اللي في المنطقه تلمه والجيش هيعتبرها حادثه عاديه. ساعتها زيرو فهم كل حاجه. عيله شيو ما كانتش عايزه تقتله بس، دول كمان كانوا ناويين يحولوا منطقه الاختبار كلها لمذبحه ويخلوا مئات الطلاب يموتوا عشان يضمنوا ان زين ياخد المركز الاول. يعني حرفيا كانوا مستعدين يضحوا بالكل عشان مصلحه ابنهم. زيرو كسر جهاز الاتصال وبدا يفتش شنطه هيبه، وهنا بقى لقى الدليل، كميه كبيره من طعم الوحوش، الماده اللي بتخلي الوحوش المجنونه تسيب كل حاجه وتهاجم على اقرب بشر. وفي اللحظه دي الارض نفسها بدات تهتز، ومن كل اتجاه بدات اصوات الوحوش تملى المكان. موجه وحوش كامله كانت جايه عليهم، والاسوأ ان دي موجه مصنوعه بايد البشر. زيرو كان يقدر يهرب بسهوله ويستخبى في اي مكان ويستنى لحد ما كل حاجه تخلص، ولكن لو الاختبار اتدمر والطلاب ماتوا امتحان القدرات الوطني ممكن يتلغي، وساعتها حلمه كله هيضيع، ولا هيقدر يسحق زين قدام الناس، ولا هياخد المركز الاول، ولا حتى يكسب نواه الطاقه الاسطوريه. وعشان كده بدل ما يهرب قرر يعمل العكس تماما. وفي نفس الوقت نوفا كانت بتحاول تنقذ الطلاب في المنطقه الخارجيه. البنت كانت عامله حواجز دفاعيه وبتمنع الوحوش بالعافيه، ولكن الضغط كان مرعب والحواجز بدات تتكسر واحده ورا الثانيه، والطلاب وراها كانوا خلاص على اخرهم. بعضهم بدا يعيط وبعضهم فقد الامل، وواحد فجاه سال فين زين؟ مش كان بيدعي انه الاقوى؟ واحده من الطلاب صرخت وقالت ان زين اول لما الوحوش هجمت رمى واحد من زمايله قدامهم عشان يهرب. في ثانيه واحده صوره البطل المزيف اللي كان عاملها لنفسه انهارت، ونوفا نفسها اتصدمت، ولكن ما كانش عندها وقت تفكر لان موجه جديده من الوحوش كانت داخله عليهم. ساعتها استخدمت اقوى مهاره عندها، عصر جليدي كامل غطى المنطقه كلها. الجليد انتشر في كل مكان واكثر من 10 وحوش اتحولوا لتماثيل متجمده، ولكن الثمن كان ضخم. القدره استنزفتها بالكامل، وقعت على الارض وهي بتنزف، وكان واضح انها وصلت لاخر حدودها. ولكن المصيبه الحقيقيه كانت لسه جايه، لان الارض قدامهم انفجرت فجاه، ومن تحت التراب خرج وحش عملاق طوله اكتر من 15 متر، جسمه كله مغطى بدرع اسود وشكله اقرب لوحش اسطوري. الوحش كان مختلف تماما عن اي حاجه شافوها قبل كده. اول لما ظهر الامل اختفى من عند كل الطلاب، وده لان اللي واقف قدامهم ده ما كانش وحش عادي، ده تنين المدرعات الحديدي، وحش من المستوى الثالث، وحش المفروض اصلا ما يكونش موجود في اختبار للطلاب. والنوفا كانت اكتر واحده عارفه حجم المصيبه، قدرتها خلصت وجسمها وصل لمرحله انها مش قادره تحرك صباع واحد، وكل اللي قدرت تعمله انها بوصل للتنين وهو فاتح بقه العملاق ونزل عليها عشان يلتهمها. وفي اللحظه اللي الكل افتكر ان كل حاجه انتهت، شخص اخترق الغابه بسرعه مرعبه، وبعدها بثانيه الارض انفجرت تحت رجله. الصدمه لوحدها رجعت راس التنين لورا، ولما نوفا فتحت عينيها وشافت الشخص اللي قدامها لقيته اش، نفس الشخص اللي الكل كان بيسخر منه من كام يوم. وقف بين التنين والطلاب كانه حائط مستحيل يتكسر. نوفا اتصدمت ولاول مره بدات تشوفه بشكل مختلف، ولكنها صرخت فيه وقالت له اهرب، لان الوحش ده مستواه اعلى بكتير من اي حاجه يقدروا يقفوا قدامها. ولكن اش ما ردش عليها اصلا، عينه كانت على التنين وبس. وفي الثانيه اللي بعدها التنين انفجر بالغضب، وديله العملاق اتحرك بسرعه في كل مكان، اي حاجه كانت بتيجي في طريقه بتتحطم، اشجار، صخور، كل حاجه. ولكن اش كان حاسبها، في لحظه واحده حل الجسم الوحش بالكامل، وفهم ان قطع جسمه بالطريقه العاديه مستحيل، لان حجمه اكبر من حدود قدرته، والحل الوحيد هي ان هو نقطه الضعف. وفي اللحظه اللي ديل قرب يوصل له، اش تفادى الضربه في فرق لحظه واحده، وبدل ما يرجع لورا اندفع لقدام، راح بنفسه تحت جسم التنين مباشره. نوفا كانت شايفه المنظر ومش مصدقه، من وجهه نظرها الواد رايح ينتحر، ولكن اش كان شايف حاجه مختلفه، فهو كان عارف ان بطن التنين اضعف نقطه في جسمه. صحيح ما زالت مدرعه بشكل مرعب، ولكنها افضل فرصه موجوده. اول لما وصل تحت الوحش رمى السيف اللي في ايده، وساعتها بدا اخطر هجوم جهزه لحد دلوقتي، لان المره دي هدفه ما كانش يجرح الوحش، وانما كان يقتله من جوه. وبعدها ثبت ايده على جسم التنين. اللمسه دي كانت كافيه تنهي المعركه كلها. اش كان مركز على قلب الوحش مباشره، وفي ثانيه واحده الفراغ اتفتح جوه جسم التنين نفسه، وبامر واحد بس القلب اختفى. بالظبط كده، قلب الوحش العملاق اتشال من مكانه حرفيا. التنين وقف مكانه فجاه، الزئير اختفى والغضب اختفى، وحتى عينه نفسها اتغيرت، كانه فجاه ادرك انه مات. الغريب ان جسمه من بره ما كانش فيه اي اصابه ولا خدش واحد، ولكن مصدر حياته كله اختفى. واش كان بالفعل خرج من تحته قبل ما الوحش يستوعب اللي حصل. ثانيتين بس وجسم التنين العملاق وقع على الارض، وقعته لوحدها هزت الغابه كلها. اما نوفا فكانت واقفه حرفيا مش مستوعبه حاجه، هي استنزفت كل قوتها عشان توقف الوحش ثواني، بينما اش انهى المعركه كلها بلمسه واحده. ساعتها بدات تفهم ان الفرق بينهم اكبر بكتير مما كانت متخيله. اش قرب من الجثه وبحركه واحده سحب قلب الوحش للخارج، وبعدها استخرج الجائزه الحقيقيه، نواه وحش من المستوى الثالث. نوفا اخيرا قدرت تتكلم وسالته ايه اللي حصل بالظبط، ولكن كالعاده ما اخدتش اجابه، كل اللي قاله لها اتحركوا وبس. بعدها حصل مشهد محدش هينساه طول عمره. اش مسك قرن التنين وبدا يجر جثه الوحش كلها وراه، وحش وزنه عشرات الاطنان، واش كان بيجر ولكنه شدت حاجه. حتى نوفا نفسها فضلت تبص له وهي مش مصدقه اللي شايفاه. وفي اللحظه دي افتكرت زين، الواد اللي ساب زمايله وهرب من اول ما الخطر ظهر. وهنا المقارنه بقت مؤلمه جدا، واحد
واحد هرب وانقذ نفسه وواحد واجه موجة وحوش كاملة لوحده. وفي نفس الوقت المعسكر العسكري كان داخل على كارثة، خط الدفاع الخارجي كان قرب ينهار والجنود كانوا بيحاولوا يهربوا الطلاب بأي طريقة. اما داخل غرفة القيادة القائد كان بيتابع اشارات الوحوش على الرادار والضغط كان بيزداد مع كل ثانية. وفجأة زين دخل المعسكر وهو بيصرخ، وقع على الارض قدام الكل وبدأ يمثل دور الضحية، وقال انه عرف مين السبب في كل اللي حصل. ولما سألوه مين قال اسم واحد بس، آش. وبكل بجاحة بدأ يقلب الحقيقة وادعى ان آش هو اللي نشر طعم الوحوش في الغابة، وانه كان ناوي يجر الجميع للهلاك معاه. وبمعنى اوضح زين كان بيحاول يرمي جريمة عيلته كلها على شخص كان الكل فاكره مات بالفعل. زين بعد ما افتكر ان آش مات وسط سلسلة الوحوش بدأ يلبسه كل المصايب، وكل ما كان بيكمل كلام كل ما بيحس ان الخطة نجحت. ولكن قبل ما يكمل المعسكر كله لف ناحية المدخل، والسبب ان آش بنفسه داخل، والمصيبة انه مش داخل لوحده، كان ساحب وراه جثة التنين الحديدي المدرع من الرتبة 3 بإيد واحدة. ساعتها زين اتجمد مكانه لان اول حاجة جت في دماغه مش الأدلة لأ، وانما ازاي آش لسه عايش اصلا. ومن غير ما يحس صرخ وقال له ازاي ما متش، وبكده اعترف على نفسه بنفسه. اما آش فكان ولا اكنه سمعه، رمى قدامه شنطة فرقة الضبع وطلع جهاز الاتصال، شغل التسجيل وفجأة صوت زيسو اتسمع قدام المعسكر كله وهو بيأمر المرتزقة يقتلوا آش باستخدام طعم الوحوش. وهنا الدنيا اتقلبت، الكل عرف ان عيلة شاو هي السبب في الكارثة، بل وكمان كانوا مستعدين يضحوا بالطلاب كلهم عشان زين يكسب. زين حاول ينكر كعادته وقعد يزعق ويقول ان ده كله تمثيلية، ولكن آش كان مجهز الضربة القاضية، طلع تسجيل صور المراقبة وشغل الفيديو قدام الكل، والكل شاف زين وهو بيرمي زميله قدام الوحش عشان يهرب لوحده، يعني ولا بطل ولا قوي ولا حتى عنده ذرة شرف. وفي الوقت ده وصلت نوفا واكدت بنفسها ان زين هرب وساب الكل، وان آش هو اللي انقذهم كلهم. وهنا خلاص القضية انتهت، الكولونيل امر بالقبض على زين فورا وتحويله للمحكمة العسكرية. زين حرفيا انهار تماما، ولكن اول لما الجنود اتحركوا ناحيته قدرة مرعبة اجتاحت المعسكر كله، وصوت غاضب سأل مين اللي يجرؤ يلمس ابني. ساعتها الكل عرف ان والد زين بنفسه وصل، وان المعركة الحقيقية لسه هتبدأ. ضغط زيوس خلى اغلب الطلاب يقعوا على الارض، وبعدها ظهر بنفسه قدام زين. اول لما شاف آش هاجمه مباشرة بمخلب طاقة من الرتبة الخامسة، ولكن آش كان مستني اللحظة دي من زمان وكان مستعد يضحي حتى لو هيتصاب. بس قبل ما الهجوم يوصل له الكولونيل اتدخل ما بينهم، ولكمة واحدة منه حطمت الهجوم بالكامل، وزيوس اتحدف بعيد وسط الخيام وبيتقيأ دم. الكولونيل ساعتها اعلن ان زيوس هاجم شاهد عسكري وبطل الاختبار، وبكده انتهى كل حاجة. زيوس وزين اتقبض عليهم ومؤامرة عيلة شياو انهارت بالكامل. بعدها الكولونيل اعلن نتائج الاختبار واكد ان آش قتل تنين مدرع وكشف المجرمين وانقذ الطلاب، وعشان كده اخذ المركز الاول رسميا واستلم نواة طاقة التنين المدرع كجايزة. ومش بس كده، الكولونيل عرض عليه الانضمام مباشرة لقوات التنين الازرق الخاصة، عرض يخلي اي مهمة تحلم بيه، ولكن آش رفض لان هدفه الحقيقي كان انقاذ اخته. بعدها رجع بسرعة للمستشفى، ولكن اول لما دخل العناية المركزية عرف ان المصيبة لسه ما خلصتش. الجليد مغطي الاوضة كلها وقفة كانت حالتها اسوأ بكتير من قبل كده، نفسها بقى ضعيف وكل المؤشرات دخلت المنطقة الحمراء. آش جري على الدكتور وسأله ايه اللي بيحصل، فالدكتور صدمه بخبر اسوأ من اي حاجة كان متوقعها. مرض اخته طور بشكل خطير، ولكن الطاقة الجليدية بقت بترفض اي علاج او حتى طاقة خارجية، حتى المحلول المثبت اللي استخدموه اتحول لتلج في ثواني. والصدمة الاكبر ان نواة التنين اللي خاطر بحياته عشان يجيبها مش هتنقذ اخته، وبالعكس لو استخدمها دلوقتي هتقتلها فورا. ولما سأل عن الحل الدكتور قال له انه قدامه 3 ايام بس، لازم يجيب نواة روح جليدية من المستوى الرابع بطاقة نقية بالكامل، ودي من اندر النواة الموجودة اصلا، حتى لو الجيش عنده منها آش ما عندوش صلاحية يوصل لها. طلع تليفونه وبعت رسالة مشفرة يدور فيها على اي خيط يوصله للنواة المطلوبة. الرد وصل له بسرعة، السوق العادي ما فيهوش اي نواة ومخازن الجيش فيها 3 بس، ولكن الوصول لها مستحيل. اما الامل الوحيد فكان موجود الليلة في اخطر مكان في المدينة، حلبة القتال السريع، المكان اللي كل المجرمين والوحوش واصحاب القدرات بيتصارعوا فيه لحد الموت. والمفاجأة ان الجائزة الكبرى للفائز هي النواة اللي آش محتاجها بالظبط، وده معناه ان مفيش قدامه غير طريق واحد، وهو انه يدخل جحيم حلبة القتل ويطلع منها منتصر مهما كان الثمن. الرسالة كشفت لآش ان فرصته الوحيدة موجودة في اخطر مكان تحت الارض، تحدي ال100 قتيل، تحدي محدش تقريبا بيطلع منه عايش، 100 مقاتل ورا بعض من غير راحة ومن غير انسحاب، والنهاية معروفة، واحد بس هو اللي بيفضل واقف. ولكن آش ما كانش عنده رفاهية الاختيار، في حياة اخته كانت على المحك، ومع نص الليل وصل لمكان الحلبة السرية، مكان مليان مجرمين وقتلة ومجانين، والجمهور جاي يتفرج على الدم. اول لما راح يسجل الراجل المسؤول ضحك عليه وافتكره عيل دخل المكان بالغلط، ولكن آش وقع عقد الدم من غير ما ينطق بكلمة واحدة، وبعدها قال له جملة خلت الراجل نفسه يتجمد مكانه، يا تجيبوا ال100 مرة واحدة يا واحد ورا التاني، فالنتيجة هي. ساعتها اخذ الرقم بتاعه ودخل الحلبة. اول خصم كان معروف بقوته المرعبة، والجمهور كان متأكد ان القتال هينتهي في ثواني، ولكن اول لما الحكم بدأ آش انهى القتال بضربة واحدة، ثانية واحدة وكانت راس الخصم على الارض. في البداية الجمهور افتكرها صدفة، ولكن بعد المباراة ال5 وال10 وال20 بدأ الكل يفهم ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، مقاتلين سرعة، متحكمين في النار، محاربين محترفين، كلهم كانت نهايتهم واحدة، اقتراب بسيط من آش وبعدها
سكوت مباشر، كل خصم كان بيدخل الحلبة كان بيختفي بعدها بلحظات، ومع كل انتصار الصالة كانت بتسكت اكتر لحد ما الخوف بقى اقوى من الهتاف نفسه، لان الجمهور ادرك حقيقة مرعبة. اش مش داخل يتحدى 100 مقاتل، اش داخل يمسح الحلبة كلها. ومع سكوت المقاتل رقم 99 الحكم اعلن النتيجة بفوز اللاعب 9527. ساعتها كان اش واقف وسط عشرات الجثث والارض كانت متغطية بالدم، لكن الغريب ان نفسه حتى ما كانش اتغير، وكانه لسه بدأ القتال من ثواني. بعد فوز اش ب 99 نزال، الحلبة كلها كانت مستنية اعلان انتصاره، ولكن اصحاب المكان كان عندهم رأي تاني. الجائزة الحقيقية عمرها ما كانت محطوطة عشان حد يكسبها، وعشان كده رئيس الحلبة فعل اخر ورقة عنده. فجأة الباب الاخير للحلبة اتفتح وخرج منها وحش حرفيا، جسمه كان اشبه بكتلة حديدية متحركة، وكل خطوة منه كانت بتهز المكان بالكامل. اول لما الجمهور شافوا الصالة انفجرت، لان تايتان مش مجرد مقاتل، ده الكابوس اللي الحلبة بتستخدمه لما بتحاول تدفن اي حد بيحاول يوصل للنهاية. فالراجل ده كان معروف انه مصدق وحش من المستوى الرابع بايده المجردة، وكمان قدرته بتخلي جسمه اصلا من اقوى الدروع. بعدها تايتان بص لاش وقال له اللعبة خلصت، ولكن اش ما ردش بكلمة. في لحظة واحدة اختفى من مكانه وظهر جنب تايتان على طول، وضربه ضربة كان كيف تدمر دبابة. ولكن المفاجأة ان السلاح نفسه اتحطم، اما رقبة تايتان فما حصلش فيها غير خدش بسيط واختفى في نفس اللحظة. ساعتها تايتان ضحك ضحكة خلت الجمهور كله يتجمد، وقبل ما اش يلحق يتحرك تايتان لكم ملاكمة مباشرة، لكمة واحدة بس، ولكن قوتها كانت مرعبة. اش حاول يصدها في اخر لحظة، ورغم كده جسمه اتحدف عبر الحلبة كلها. لاول مرة اش اتصاب، والجمهور اول لما شاف المنظر انفجر المكان بالهتاف. الناس اللي كانت مرعوبة منه من شوية بدأت تصرخ بحماس، لانهم اخيرا شافوا شخص قادر يوقف المجزرة اللي عملها. اما تايتان فكان لسه واقف مكانه ولكنه بذل اي مجهود. ولكن اش كان اكتشف نقطة ضعف خصمه، طالما الدفاع الخارجي مستحيل يتكسر يبقى الهجوم هيكون من جوه. تايتان ضحك اول لما شافه بيقوم من تاني وفتح دراعيه مستني ينهيه، اما اش فانطلق عليه مباشرة، وقبل ما تايتان يمسكه بلحظة عدى من جنبه وحط ايده على راسه. وهنا فعل اقوى حركة عنده، فتح فراغ صغير جوه مخ تايتان نفسه. جزء من الثانية وكل حاجة انتهت. العملاق وقف مكانه وفجأة الدم بدأ ينزل من كل مكان في وشه، وبعدها على طول وقع جثة هامدة على الارض. اقوى مقاتل في ساحة الذبح مات بلمسة واحدة. الجمهور كله كان مستني معركة اسطورية، ولكن اللي حصل كان مرعب اكتر. مفيش اشتباك ولا في تبادل ضربات، لمسة واحدة بس وانهت كل حاجة. الناس على طول بدأت تهرب، اما اشفى ما كانش فارق معاه اي حد. رفع راسه ناحية الجناح الخاص وقال لهم ال100 نزال خلصوا فهاتوا النواة حالا. جيم بيطلع قدام الكل وبيكشف ان اش غش، وان جسم تايتان ما فيهوش اي اصابة حقيقية تثبت استخدام تقنية محرمة، وعشان كده الفوز اتلغى والجائزة اتسحبت. ولكن الحقيقة ان جيم مش مهتم بالجائزة، هو عاوز التقنية اللي بتقدر تكسر اي دفاع وبتقتل بضربة واحدة، فبيحاول يخليه يسلمها له مقابل انه يسيبه يعيش ويشتغل تحت ايده. ولكن اش خلاص فقد صبره بعد ما قاتل 100 مرة وخطر بحياته. في الاخر قرروا هما يكسروا القوانين. ساعتها جيم بيتعصب وبيدي امر للجنود ياخدوه حي او ميت، وفجأة البوابات كلها بتتفتح والجنود بيطلعوا باعداد ضخمة، اكتر من 100 مقاتل بيحاصروه، كل الاسلحة بتتصوب عليه، وبامر واحد كل الجنود بيضربوا النار. مئات الطلقات بتغطي المكان، ولكن الصدمة ان اش بيفضل واقف مكانه من غير اي خدش، والجنود بيتصدموا لما بيلاقوا كل الرصاص واقف في الهواء حواليهم كانه بالظبط محبوس في مكانه. اش بيرفع ايده ويقول لهم دلوقتي دوري، وبحركة واحدة بيرجع كل الطلقات على الجنود، وفجأة هجومهم بيتحول لكابوس ضدهم. الصفوف الاولى من الجنود ما بيكونش عندها حتى فرصة تتحرك، الدروع والاسلحة ولا لها اي قيمة قدام الهجوم ده. وفي لحظة واحدة الساحة كلها بتتغطى بالدم، والجنود الباقيين بيفقدوا السيطرة، بعضهم بيحاول يهرب والبعض بيرمي قنابل ومتفجرات بكل قوته عشان يوقفوا، ولكن اش حتى ما بيلتفتش. النار والانفجارات والموجات الصادمة كلها بتدخل جوه المجال المشوه وتختفي، والمكان اللي حواليه بيتحول لقنبلة ضخمة مليانة طاقة مدمرة. وبكل هدوء اش بيمشي وسط النار كأنه ماشي في طريق عادي، بيوصل للجنود اللي خلاص انكسروا، وعينه بتثبت على القائد اللي بيحاول يهرب. ساعتها بيفك سيطرته عن الطاقة، وفجأة انفجار ضخم بينطلق من مكانه وبيغطي اكتر من 10 متر. الجنود اللي قدامه بيتبخروا في لحظة، والبعض بيتحرقوا من الحرارة، وبعدها الطلقات المتناثرة بتخلص عليهم. الموضوع مبقاش معركة، دي بقت مجزرة حرفيا. قوة اش اتحولت لسلاح مرعب، وكل ما العدو يستخدم قوة اكبر الهجوم اللي بيرجع له بيكون اخطر. ميزة الاسلحة والعدد اللي كانوا معتمدين عليها اتحولت لنقطة قدام قدرته على التحكم في المكان. القائد اللي نجا بالعافية من الهجوم الاول بيسحب بجسمه المصاب ناحية جناح جين وهو بيطلب النجدة. جوه الجناح جين كان قاعد قدام شاشات المراقبة وشايف الجحيم اللي حصل، كان فاكر ان اش مجرد شخص عنده تقنية قتل سرية، لكن دلوقتي فهم الحقيقة، هو مش قدام شخص عنده حركة قوية، هو قدام وحش حقيقي بيحاول يهرب، ولكن قبل ما يتحرك خطوتين الباب بيتحطم. القائد بيطير من خلال الحائط وبيقع قدامه. جيم بيلف ناحية الدخان وفجأة بيشوف اش داخل عليه. من غير ما يقول كلمة واحدة بيتجه للزجاج المكون اللي حتى طلقات الخارقة مش بتكسره، بيرفع ايده وبيحط صوابعه عليه، وفي لحظة واحدة تشققات سودا بدأت تنتشر على الزجاج كله، مش الزجاج بيتكسر، الفضاء نفسه هو اللي بيتقطع. جين خلاص بيفقد اعصابه وبيترجى اش يوقف، وبيحاول يشتري حياته كل حاجة عنده، ولكن اش ما بيسيبلوش فرصة. بحركة واحدة منه بيكسر الزجاج المكون مع جزء من الحائط وبيفتح طريق مباشر للجناح. جين خلاص بينهار وبيقع على الارض وبيترجى اش، ولما بيعرف ان مفيش فايدة بيكشف عن
مكان كريستالة روح الجليد من المستوى الرابع، فاش بيسحبه للخزنة وعلى طول بيفتحها. جيم بيطلع العلبة الزرقاء وهو مرعوب وبيسلمها لاش، ولما بيفتحها بيلاقي الكريستالة اللي كان بيدور عليها، بيتأكد انها حقيقية وعلى طول بيخزنها. وساعتها جيم بيفهم ان كل اللي كان بيحاول يحميه ضاع منه. جيم بيحاول يهرب في النهاية وبيبدأ يجيب في سيرة عيلة وانغ من العاصمة عشان يخوف اش، ولكن قبل ما يكمل كلامه اش بينهي الموضوع في لحظة، وبعدها بيوضح ان اي خطر لازم يتخلص منه من جذوره، لان لو سابه هيرجع يعمل مشكلة من تاني. بيفتح ماسورة الغاز الرئيسية في الجناح والغاز بينتشر في المكان كله، وبولعة صغيرة بيسيب النار تشتعل ويمشي من غير ما يبص وراه. بعد ثواني انفجار ضخم بيهز محكمة المذبحة كلها، النار بتلتهي من المكان والحديد بيتحطم، والقاعة اللي كانت سبب في موت ناس كتير دلوقتي بتاخد نهايتها. بعد كده في اليوم التاني بيدخل المستشفى وبيحط العلبة الزرقاء قدام الدكتور. اول لما الدكتور بيشوفها بينصدم، كريستالة روح جليدية من المستوى الرابع، وفي لحظات المستشفى كلها بتتحرك. الاطباء الكبار بيبداوا العلاج والطاقة الجليدية بتنتقل لجسم آفا. في البداية حالتها كانت لسه خطيرة والاجهزة مش مستقرة، ولكن بعدها بيبدأ التغير. الجليد اللي كان مغطي وش آفا بيختفي تدريجيا، لون وشها بيرجع ونبضها بيبدأ يستقر، وبعد وقت طويل كل أجهزة الإنذار بتهدى. الدكتور طلع وقال له إن آفا نجت وحالتها استقرت ومحتاجة وقت للتعافي بس. في اللحظة دي الضغط اللي كان على أشطه الفترة اللي فاتت بيختفي، بيقعد جنب سرير آفا وبيشوف وشها بيرجع للحياة من تاني. بعد كده التعب بيغلبه وبينام جنبها، لكن من غير ما يعرف جزء صغير من طاقة كريستال روح الجليد بينتقل لجسمه، والطاقة دي بتكسر الحاجز اللي كان مانع تطور قدرته. مساحة الفضاء بتاعته اللي كانت متر مكعب واحد بتتوسع لحد ما بتبقى بحجم مخزن كامل. والمفاجأة كمان إن قدرة جديدة ظهرت، أي حاجة تدخل الفضاء بتاعه يقدر يجمد حالتها بالكامل. اش بيجربها وبيفهم دلوقتي إنه يقدر يوقف الهجمات ويحجز الطاقة، وحتى يتحكم في حركة أجزاء من جسمه كأنه بينتقل. حرفيا قوته دخلت مستوى جديد تماما. وفي نفس الوقت التلفزيون بيعلن عن بداية اختبار مستخدمي القدرات في العاصمة، أقوى المواهب من العائلات الكبيرة والجيش مجتمعين للمنافسة. على التلفزيون اش بيشوف أقوى عائلات العالم وقد إيه مكانتهم عالية، ناس اتولدوا ومعاهم القوة والموارد والنفوذ. لكن اش طريقه مختلف، هو طلع من الخراب والقتال ووصل لكل حاجة خطوة بخطوة، وعشان كده لازم ياخد مكانه بنفسه. بيروح ينظف نفسه قبل ما يخرج، بيبص على قفل المرة الأخيرة وبيتأكد إنها بخير. بعد كده بيخرج من المستشفى وبيتجه للمرحلة الجديدة،